لما يكون معاك منتجات وعايز تبيعها وبتعمل اعلانات على السوشيال ميديا عشان سمعت ان السوشيال ميديا فيها ناس كتير، للاسف انا عايز اقول لك حاجه انت ممكن تكون فايتاك. الاعلان ماشي مع المنتج، يعني في منتج ينفع يتعمل على السوشيال ميديا وفي منتج ما ينفعش يتعمل على السوشيال ميديا، يتعمل على جوجل. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه، لو المنتج بتاعك ده منتج يونيك، حاجه غريبه انت اخترعتها وعملتها في الصين وعملت لها الديفلوب والباكجينج وكل حاجه، يبقى انت محتاج ان انت تحط الاعلان بتاعك على السوشيال ميديا عشان تعمل حاجه اسمها منتج اويرنس او براند اويرنس، وتعمل فيديو تفهم الناس بالظبط المنتج ده بيحل مشكله ايه. لكن انت ما تحطوش على جوجل عشان ما فيش حد هيسيرش عليه، ما حدش يعرفه ولا يعرف استخدامه ولا يعرف اسمه. والعكس طبعا، لما يكون المنتج معروف اكيد الناس مش هتروح تسيرش على كوتشي نايكي على الفيسبوك وعلى انستجرام، اكيد هيروحوا يعملوا سيرش على كوتشي نايكي فين؟ في جوجل او امازون. فانت لو عامل اف بي اي او انت بتبيع في امازون، هتعمل اعلانات في امازون عشان المنتج معروف والناس هتدور عليه. غير كده هتعمله في جوجل برضه عشان المنتج معروف والناس بتدور عليه.